اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله فيديو جديد النهاردة كده. عايزة أقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا. بابا عايزة أنزل كل شوية فيديو عشان أفضل أسمع الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لي. بجد الكلام ده يعني ربنا يرضيكم يا رب كده زي ما بترضوني وبتكتبوا لي كلام حلو، وربنا يكبر بخاطركم يا رب، وما تحرمش منكم أبدا يا رب بحق جاه النبي. النهارده بقى كده ايه، قلنا النهارده عايزين ناكله كده فول وفلافل واكل كده ايه مصري اصيل يعني. فقلت بقى ايه، عايزه اقول لكم والله انا ما بقولش على حاجه حلوه الا لما اذا هي فعلا حلوه. يعني انا ما اقدرش يعني اكذب او اقول ان دي حاجه حلوه وهي مش حلوه. فهنا بقى ايه، قلت اعمل كده طبق فول كده حلو، لان بقى لي يومين بقى ايه بعمل شاي بلبن وقرص وكده. فقلت لا النهارده بقى ايه اعمل طبق فول كده بالطحينه وفلافل وجبنه بيضه وخيار وطماطم، يعني فضل وعدل من عند ربنا. ربنا يديم عليا نعمته، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يديم عليا نعمته، الحمد لله والشكر لله. هنا بقى ايه يعني، بجد انا بشكركم كلكم والله، كل حد كتب لي وكل حد قال لي اي حاجة. ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمة في حياتي وربنا يكبر بخاطركم يا رب. انا بحبكم جدا جدا ويا رب يعني تقولوا لاصحابكم وحبايبكم على القناة. انا عارفة ان انا يعني يعني لسه القناة صغيرة وكده، بس انا عارفة ان شاء الله وعشمنا في ربنا خير ان انتوا اللي هتكبروها طبعا. بكل حاجة انتوا بتعملوها بكلامكم الطيب، بان انتوا بتشتركوا في القناة وبتعملوا لي لايك، كل الحاجات دي انا بجد ممنونة لكم كتير وبجد انتوا في قلبي يعني والله. هنا بقى إيه، كنت خلاص خلصت كده الفطرة على السريع عشان ريماس كان عندها درس كمان، فكنت عايزة افطرها قبل ما تنزل. لكن بناتي الاتنين التانيين دروسهم بقى بتبقى يعني بعد العصر كده. وغليت بقى اللبن عشان نعمله شاي بلبن. احنا مدمنين شاي بلبن، بس مش قوي يعني، بس انا لازم يكون فيه لبن في البيت يعني، ده مهم يعني. عشان مش شرط شاي بلبن، ممكن انا بحتاجه في اي حاجة تاني، في حاجة حلوة اي حاجة. هنا بقى عملت شاي بلبن. عايزة اقول لكم انا الحمد لله والشكر لله، انا راضية بكل حاجة في حياتي. أه بتمنى الخير لكل الناس. أه هو انا المفروض يعني انا عارفة ان الناس مثلا لما انا مش بشكر في نفسي او بقول لا، انا بشر وعادي انا زي اي حد. بس انا والله مش بتجمل ولا اي حاجة كده، لا ما بعرفش. بس انا بصوا انا هنا انا فرحانة ان انا بتكلم معاكم، يعني حاسة ان نفسيتي بتبقى حلوة وانا يعني بقعد اتكلم معاكم. وعايزه اقول لكم ان انا ببقى نفسي ما اعملش صوت للفيديو، لا انا ببقى نفسي اقعد انا اتكلم معاكم كده وما اعملش يعني ما اعملش ميوت للصوت واتكلم انا براحتي وبطبيعتي. بس انا بخاف بقى الراجل يعدي يعمل صوت بقى بتاع بينده وكلام من ده، فمش بحب كده بصراحة، ومش بحب يعني اضايقكم. هنا بقى كنت بطبق الغسيل اللي انا غسلته امبارح وكده. فقلت بقى ايه يعني اقعد بقى اطبقه، وانا عايزه اطبقه اقعد اطبقه معاكم. وعايزه اقول لكم بقى ايه، بعد ما طبقت الغسيل كده بشويه ماما جات لي، ست الحبايب وست قلبي وست عمري وكل حاجه في الدنيا. ماما دي اغلى حاجه في حياتي. وبابا كان اغلى حاجه في حياتي برضو. بابا ده يعني عمري كله. بابا ده يا جماعة عمره ما زعلني، عمره ما ضربني. مش معنى كده الأب اللي بيضرب بنته أو ابنه يبقى أب وحش، لا مش شرط، لا خالص.
هو بيبقى عايز يوجهه للصح يعني. بس انا بابا، آه قد ايه بابا كان جميل، قد ايه كان راجل محترم، والناس كلها كانت بتحبه. عايزه اقول لكم، يعني صحاب بابا في المدرسه، بابايا مدرس الله يرحمه ويغفر له يا رب. بابا كان مدرس. عايزه اقول لكم، زمايله الستات، ستات كبيره متجوزه 10 سنين بقى. بابا كان طالع على المعاش. لسه من كام يوم والله العظيم كتبت لي كلام على بابا، انا كنت منزله بوست وهي علقت لي عليه. مش قادره اقول لكم على الكلام الطيب اللي قالته. قالت لي باباكي ده من احسن الناس اللي الواحد عاشره في سنين الشغل دي كلها. ما كانش يسيب حد تعبان، حد محتاج حاجة، اي حاجة اي حاجة. كل ده انا بفتخر بيه. كانت تقولي ونعم الصديق ونعم كل حاجة يعني. بجد انا بقيت فخورة بكلامها والله، لدرجة ان انا عملت سكرين شوت كده وقلت اخليه على التليفون. انا فرحانة بالكلام ده. ان وانا عارفة والدي اصلا، انا مش محتاجة حد يقول لي حاجة عن بابايا. بس بابا ده انا مفتقده جدا 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 يا جماعة. بالله عليكم كل اللي يسمع الفيديو يعني يدعي له بالرحمة. وانا اصلا بابايا اتوفى وهو يعني، يعني على طريق بابا توفى. فربنا يرحمه ويغفر له يا رب واجعله من اهل الجنة. حبيب قلبي وحبيب عمري كله. آه، ماما موجودة طبعا. ماما، عايزة اقول لكم ماما اللي معوداني ان بابا مش موجود يعني. عايزة اقول لكم يعني الحمد لله. انا عايشة وباكل وبشرب وبخرج وبعمل كل حاجة. بس كلنا كده فينا يعني، يعني فينا حتة كده بيبقى الواحد في ناس كده. بابا ده بقى هو الناس كلها. بابا بالنسبة لي الناس كلها. بابا هو عايش وانت انا مالكة الدنيا كلها. بابا بقى، بابا موجود، ظهري وحبيبي وسندي موجود. وجوزي ربنا يخليهولي كل حاجة، بس بابا ده حاجة تانية يعني. فربنا يرحمه ويغفر له يا رب. آه انا اسفة يعني، بس انا بتكلم مع اخواتي يعني. انا والله بعتبركم اخواتي واهلي وكل حاجة يعني. لان انا بفرض عليا يعني. انا يعني، يعني انا بصور لكم بيتي، بصور لكم حياتي. فانا كده بعتبركم اهلي. اكيد انتوا فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه. فحته ان انا بصور بيتي وبصور يعني بيتي من جوه وحياتي. معنى كده ان انا والحمد لله ربنا بيوقف لي ناس حلوه، ناس محترمه، بيكتبوا لي كلام طيب. ربنا يبارك في عمركم يا رب. ونفسي اكبر بيكم ان شاء الله باذن الله يعني. عشمانه في ربنا. عايزه اقول لكم بقى هنا الركنه. آه، انا جوزي بقى كان واقف معايا بنعملها يعني، بنركبها كده بس ربنا يبارك لي فيه يا رب هو كمان ويرزقه برزقنا يا رب. وعايزه اقول لكم يعني، هو بابا هو كان بيحب بابا جدا. لان بابا ما كانش بيعامله ان هو جوز بنته، لا. بابا كان بيعامله ان هو ابنه. كان بابا يعني، انا جوزي لحد دلوقتي يقول احسن واحد في الدنيا توفى. بابا ده من احسن الناس. و... ويعني الله يرحمه ويغفر له يا رب. الله يرحمه ويغفر له. انا هنا كنت طبقت الغسيل بقى خلاص كده. ورصيت طبعا، كانوا العيال البنات مبهدلين حاجته كده. انا ظبطتها شويه. وطبعا مامتي جت زي ما قلت لكم عندي النهارده يعني وكده. فقلت بقى ايه، يعني احنا جبنا سمك جاهز وكده. ولان انا مش بعرف، انا ممكن اقلي سمك في البيت لكن الشوي ده مش بشوي سمك في البيت خالص. فهنا بقى ايه، كنت عملت السلطة. انا وقفت عملتها وعملت الرز ابيض. احنا بصوا السمك السنجاري دوت والسمك المشوي
احنا بناكله بالرز الابيض. كل واحد بقى بيعمل اللي هو بيحبه، لكن ما اقدرش اعمل جنبيه سمك رز صيادية. جوزي هيزعق، هو مش بيحب الرز الصيادية مع السمك دوت، او السمك ابو صلصة مثلا. لا، السمك الرز الصيادية بنعمله بس مع السمك المقلي بس، اللي هو بالبصلة، يعني اكيد في ناس كتير عارفاه. هنا بقى ايه، قلت بقى ايه، غسلت الرز عشان احطه على النار واحضر الغدا، يعني عشان ماما تتغدى معانا. هي بايتة عندي اصلا ماما. عايزه اقول لكم ماما بتدعي لكم كتير، لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه، وبقعد اقول لها يا ماما ده بيكتبوا لي كلام جميل قوي، انا فرحانه قوي يا ماما. تقول لي يا حبيبتي ربنا يحبب فيكي خلقه، وانتي اصلا يعني انتي تتحبي. يعني ايه، بتقولي انتي اصلا تتحبي. فالحمد لله، ربنا يديمها عليا نعمه يا رب. ومن حبه ربه حبب في خلقه. فالحمد لله والشكر لله على النعمه الجميله دي. انا بالنسبه لي دي يعني احسن النعم والله، ان الناس تحبني. الحمد لله، حتى اهل بابا واهل ماما. الحمد لله يعني. انا انا ماليش، لساني مش وحش مع حد ومش بحب ازعل حد مني. آه يعني اصلا الدنيا رايحه بالله عليها، احنا يعني احنا ضيوف على الارض. ف فمش مستاهله حد يزعل من حد، والله مش مستاهله خالص. ف يعني الحمد لله والشكر لله على كل حاجة. عايزة اقول لكم تسلم الظروف وتسلم كل حاجة حصلت لي الفترة اللي فاتت. آه انا مبسوطة بكل حاجة حصلت في حياتي، مفيش حاجة ابدا مزعلاني. لان الحمد لله دايما، ويكمن في كل شر خير. الحمد لله في كل حاجة انا يعني عديت بيها ما كانتش حلوة، كان فيها خير. الحمد لله والشكر لله. انا راضية بكل حاجة في حياتي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويبارك لي فيكم. معلش الكلام خدني، يعني معلش. انا اصلا يعني انا بعمل رز وسلطة وانا جايبة سمك جاهز فانتهز الفرصة ان انا اقعد اتكلم معاكم وتكلموني في الكومنتات، عشان أنا بفرح جدا. عايزة اقول لكم لما بيجيلي على التليفون اشعار ان اليوتيوب حد بعت لي كومنتات وكده، انا ببقى طايرة طايرة. وفي ناس اصلا مع يعني في قرايبي، بس في ناس كتير انا معرفهاش، ببقى فرحانة جدا، ببقى طايرة كده يعني. فربنا يخليكوا ليا بجد والله. وشكرا لكل حد بيكتب كلام حلو. شكرا لكم كلكم والله. قولوا لحبايبكم يا جماعة، قولوا لحبايبكم يخشوا. وكل الناس يعني قولوا لهم يخشوا يشتركوا ويكتبوا لي تعليقات كده ويعملوا لي لايك على الفيديو. بجد انا بفرح قوي والله. وعايزه اقول لكم والله الواحد يعني ربنا يكرمه وينجح، هينجح بيكم انتوا والله. هتبقوا انتوا السبب في كده، انتوا السبب في نجاحي. انتوا السبب ان غادة تبقى حاجة كويسة، ان هي تتشاف وربنا يكرمني. هتبقوا انتوا الفضل الاساسي والله بعد ربنا يعني. ودعاء ماما، والله ماما بتدعي لي كلام حلو قوي يا جماعة. ربنا يخلي لكم امهاتكم يا رب، وبحبكم جدا واستودعكم الله الذي لا تضيع